طريقة تغيير اسم حسابك على الفيسبوك التحديث الجديد 2024. يعني عندك حساب على الفيسبوك وحابب تغير اسم حسابك على الفيسبوك بطريقة سهلة وبسيطة. هتتابع معايا الفيديو للنهاية، ولو لسه جديد معانا في القناة ادخل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل، ولو في أي حاجة أو أي مشكلة واجهتك سيب لي كومنت أسفل الفيديو. تمام. كل اللي عليك هنغير اسم حسابنا على الفيسبوك من خلال جهاز الكمبيوتر. احنا كذا شرح عملناه من خلال الموبايل، ولكن شرحنا النهارده من خلال جهاز الكمبيوتر. ولكن ملحوظه عشان برضو تكونوا عارفين، سواء بتغيروا من جهاز الكمبيوتر او بتغيروا من الموبايل فهو الشرح وهي الطريقه، وكل الخطوات واحد. يعني بالبلدي كده، لو مسكت الموبايل بتاعك او مسكت جهاز الكمبيوتر فهو الشرح واحد. يعني انا بشرح من الكمبيوتر، امسك الموبايل بتاعك وامشي مع الخطوات هتلاقي نفس الشرح واحد ونفس الخطوات واحد برضو، ما فيهاش اي اختلاف. تمام. كل اللي عليك بقى هتبدأ تضغط على الصورة الشخصية بتاع حسابك على الفيسبوك وتختار الاعدادات والخصوصية. بعد كده تختار الاعدادات. بعد كده تختار مركز الحسابات. بعد كده تبدأ تختار اسم حسابك على الفيسبوك اهو، عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن فيسبوك، هنضغط عليه. بعد كده نختار على الاسم، هنضغط عليه. بعد كده زي ما انتم شايفين يا شباب بيجيب لك الاسم الاول، بعد كده اسم الاب، بعد كده اسم العائله. طيب هتقول لي حضرتك هو ليه عامل لك علامه البلوك؟ هو عامل لي علامه البلوك اللي انا مش هعرف اغير اسم حسابي على الفيسبوك، قال لي لازم يعدي 60 يوم، لان انا غيرته وما عداش عليه ال 60 يوم. اول ما يعدي عليه ال 60 يوم الخيار ده يكون مفتوح معايا وهقدر اغير اسم الاول واسم الاب واسم العائله. يعني لو نزلنا هنا يا شباب بيقول لك في حاله تغيير اسمك لا يمكنك تغييره مره اخرى لمده 60 يوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك لو حضرتك غيرت اسم حسابك على الفيسبوك دلوقتي تمام، وحبيت تغيره بعد ساعة بعد يوم بعد اسبوع، مش هيتغير معاك، لازم تنتظر 60 يوم. يعني كل 60 يوم بتقدر تغير اسم حسابك على الفيسبوك مرة واحدة. كل 60 يوم بتغير اسم حسابك على الفيسبوك مرة واحدة. يعني يعدي 60 يوم تغير اسمك، يعدي 60 يوم تغير اسمك، قبل كده مش هتعرف تغيره. تمام. هنا بيقول لك ايه بقى فوق؟ لا يمكنك تغيير اسمك في الوقت الحالي، مش هتقدر تغيره لانك غيرته خلال اخر 60 يوم، يعني لسه ما عداش على 60 يوم. ويظل بامكان تغيير الترتيب، يعني حضرتك ممكن تغير ترتيب الاسم. لو جيت عند تغيير ترتيب الاسم هنا طبعا عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن، وهنا عبد الرحمن عبد الرحمن، وهنا عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن، نفس اللي فوق. تمام. انا لو حابب اغير الترتيب هبدا اضغط كده واقول عبد الرحمن عبد الرحمن بدل عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن وهقول تم. ولكن انا في الاول والاخر مش حابب اقول تم، خليني على الاسم نفسه اللي هو عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن زي ما هو كده، هطلع على طول. تمام. فهمتوا القصه جايه ازاي؟ بس كده بطريقه سهله وبسيطه. اتمنى اكون افدتكم في الشرح. لو عجبك لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.